تعاقد ريال مدريد رسميا مع تيو هرنانديز لاعب أتلتيكو مدريد للسنوات الست المقبلة. ونشر موقع نادي ريال مدريد بيانا أكد فيه توصل الناديين لاتفاق يقضي بارتداء هرنانديز قميص الملكي في صفقة قدرتها الصحف الإسبانية ب30 مليون يورو. اللاعب البالغ من العمر 19 عاما والذي تدرج في فئات أتلتيكو مدريد ارتدى قميص ألافيس الموسم الماضي على سبيل الإعارة ولعب 32 مباراة. هذا وسيتم تقديم اللاعب لوسائل الإعلام والجماهير يوم الاثنين المقبل. توصل نادي ريال مدريد وسبورتينغ لشبونة لاتفاق يقضي بإعارة الظهير فابيو كوينتراو للنادي البرتغالي. وذكر النادي الملكي في بيان رسمي أن كوينتراو والذي انتقل إليه قادما من بنفيكا عام 2011 سيدافع عن ألوان سبورتينغ لشبونة حتى يونيو 2018. قدم بشكتاش التركي رسميا مدافعه الجديد البرتغالي بيبي بعدما تعاقد معه في صفقة انتقال حر. بيبي البالغ من العمر 34 عاما وقع على عقد يمتد لعامين بمقابل مادي ناهز 10 ملايين يورو. وتم تقديم اللاعب في ملعب بشكتاش الخاص حيث عبر مدافع ريال مدريد سابقا عن سعادته بالانضمام للنادي التركي وهو مستعد لمواصلة التألق.